فيك اذا رسمتيه بهاي الطريقه والله العظيم يطلع عندك الكتف نايم ويا الميلان مال الكتف، يعني مو رقبه عندنا، نايم ويا الميلان. زين، فراح اجي اثبته هنا هيجي شويه، عندنا قذيفه محمد شنو المشكله اذا انت تميله وانت تفصل يعني؟ باعي. اذا انت فصلتيه احتمال عندك بالخياطه يصير شويه صاعد شويه نازل شويه مبروم او في شيء، خصوصا بالقذيفه. انا حتى بالفساتين استخدم هاي الطريقه. بس بالفساتين مثلا عندي صدريه مال مدرسه، قميص، ستره، احفرها الكتف احفره. بس بدي شاديش اسوي هاي السالفه. هسه حقول لك فيها هسه، انتظريني. شوفوا هناش عندنا، اجي اخذ هذا السانتيم من هنا هيك، تمام، حفرت، واجي اقص هنا هيك بالضبط. نفس الوقت الشريط اجي على الجهه الثانيه اقلب الدشداشه مالتي هيجي على يعني عمود، اسيطر على الجهتين بين قوسين. نفس المسافه تاخذيها ضروري. مرات يعني بالطريقه اللي نحفر بها مرات يكون وحده واحد صاعد واحد نازل نصف سنتيم سنتيم، مرات اشوف اخطاء، فشوف يصير عندنا مشكله بين قوسين. انزل فقط الابره، ادخلها اطعنها بالقماش، تمام، وبعدين اخذ من هنا 1 سنتيم او اصبع هيك من هنا هيك، وارجع ارسمها مثل ما رسمت الجهه الثانيه. هيك ضمنتي انه الكتف صار اخو الكتف الثاني. هاي اول فائده، هذه اول فائده، تمام. راح اجي اشكل. بالنزال 4 مو سويت؟ يسألون عن النزال 4 سنتيم، نعم 4 سنتيم. اي 4 بس من يم الكتف اخذت واحد. النزال بدي شاديش ثابت بنات، النزال بدي شاديش ثابت اللي هو 4 سنتيم. لكن اذا عندك فستان، اذا عندك مثلا فستان، عندك قميص، ستره، لا، مين تجيبي النزال؟ لازم النزال تطبقين عليه قانون اللي هو طول الخصر تقسيم 10. طول الخصر يعني النقطة تقيسيها من الخصر، النقطة تقيسيها من الأعلى منطقة هاي هنا بالكتف، تقيسين إلى الخصر من الجهة الأمامية وتقسمين على 10 يطلع لك. يعني نفرض مثلا عندك الطول مال النزال الخصر من الكتف إلى الخصر، نفرض إنه عندنا القياس طلع لنا 40، تمام، نقسم على 10 يطلع لنا النزال ايش قد؟ 4 سنتيم. اذا النزال الكتف 4 سنتيم ما يقبل غلط. فهمتني يعني بنات لو ما فهمتني؟ محمد سويت لنا قانون وقسمه ومساله، هاي سويت لنا رياضيات. شلون؟ هي الخياطة رياضيات ترى، هندسة ورياضيات. خلينا على نيته، على الله احسن. على الفطرة. اريد افصل والقماش قديفة. ثبتي وجاوب، ما يثبت التعليق، بس شنو تريدين تفصلين القماش قديفة؟ باع النزال شلون صار؟ سنتيم نزلنا 4 سنتيم. شوفي هذا كله راح يطير عندي هنا. فرغنا الهواء الموجود. زين هاي مو اخذت هواي راح تاثر، يعني تصغر الحفره مال ردم لو انت حاسب حسابها. انا حاسب طبعا اكيد، بس انت اذا اخذتي منها 3 سنتيم وحفه الابط صارت كبيره راح يصير عندك الصدر ايش راح يصير حفه الابط؟ راح يصير عندك حفه الابط هيجي، اكو هنا قماش زايد، اكو هواء بها كبر، فكل ما تقعد على الجسم مضبوطه كل ما احلى. من تاخذين 4 سنتيم تقعد علي حفه الابط محبس بين قوسين خيتي. زين يابا، بعد ايش راح اسوي؟ اجيب مالتي التنظيفه، هاي التنظيفه اللي عندي اللي خلينا بيها الوصله. راح اجي اخلي وجه على وجه، شوفوا وجه على وجه. لا تقول لي استاذ محمد طريقتك مطوله وصعبه، انا وياكم مطوله وصعبه. لا هي نفس طريقته، بس انا احسن اكثر من اللازم بيها خطوات، بس صدقوني النتيجه تكون مبهره. هسه راح اقول لكم شلون. هي هاي احلى يعني تنظيفه وارتب تنظيفه هي الطريقه. بالقذيفه شو تسوين؟ تثبتين دنابيس. بالقذيفه نثبت دنابيس. ليش؟ لانه عم يتزحلق جوا ايدينا. والله مزعج القذيفه، مزعج. انا مو انا قلت لها انا اصلا عندي عرقه ويم سنان. بالبث ايش قالت الحمد لله والشكر محمد ما عندك قلت لها جوالي بس 3 قذيفه هالسنه. قالت الحمد لله والشكر ما عندك. جتي ثاني يوم الزبونه كان تقول لي يا سودة علي يا محمد مشتهي قذيفه ما يكون خاطرك للطيب. جابت لي علاقه والله تكرمون كيس مال الزباله، جابت لي بيه القذايف. لا ايش قد التعب يا الله. بردت الدنيا هسه بعد قذيفه. لا والله انا قفلت الحجز قلت لهم شهر كامل متت من القذيفه، سويت لي تحسس متت بالقران. والله هي مزعجه وحتى يا شغلها عمي لا خشم لا عيون بهذلتنا، وبيها تصبغ الايدين معلاوي اكو اظافيري والله خشمي
ربطاتي هدوم تلفت تبهدل، حتى صدريه لابسه. تقولين اشتغل اللماعي بيهن، اللماعي بيهن. عبالك اشتغل بمطعم ما اشتغل بمحل خياطه. والله حتى بالاكل اكو لماعي صار. والله حاطه هاي الريشه النهار كله نظف بالماكينه طير. محمد انت تخيط هذا خياطك وكانه ما حاضر، مو خياط يعني مال البيت ولا خياط مخيطه، ما شركه. نظافه فول محمد خياطه. شوف يعني جيت رسمت الدلعه رسم يد، يعني رسمتها رسم يد. شوفوا يابا رسمتها رسم يد. ايش راح اسوي؟ راح اجي افر وياكم. شوفوا اصعد ويا السنتيم اللي اني سويته هنا. شوفوا السنتيم اللي اني تركته هنا ويا الدلعه. يطول الموضوع هيجي بالضبط. مو هسه احنا لين صاعدين وياه يتاخر، هسه لو وحده هو على السريع يشتغل. والله شلون كملتين. اوقف هنا بالضبط هيج وارجع ويا الحفره مالتي. اها كان الله يحب المحسنين. طبقتها بعد ما عندي بيها شيء ان شاء الله. زين عيني ايش راح اسوي هسه؟ قدامكم عينكم ميزانكم. راح اشيل هذا 1 سنتيم، ابقي مسافه 1 سنتيم. محمد اسمع، محمد تقول لك محمد فنان ومبدع ومخلص في عمله، اهنيك يا راقي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الكلام الطيب يابا، شكرا جزيلا عيوني. هاي البنيه اسمها العشق كربلاء. شكرا جزيلا، هاي شهاده اعتز بيها والله العظيم. كل الناس خير وبركه، كل خياطينا والله العظيم عندنا خياطين مبدعين. العراقيين غير اصحاب مخ لا يعلى عليه بصراحه، ان كانت امراه ان كان رجل. يعني كل الخياطين انا يعني اقدم لهم يعني الامتنان والتقدير. ليش؟ لانه يكفي ماخذين من وقتهم وفاتحين بث وقاعد يعلمون وقاعد يسوون. يكفي بصراحه. شوفوا يعني ايش راح اسوي هسه؟ جيت انا حفرت التنظيفه. شوفوا الحفره شلون صارت عندي. شوفوا لي هذا، تشوفون عيني حفرتها حلوه. بقيت مسافه سنتيم، هذا السنتيم حافظت عليه من كل الجوانب من كل القياسات. تشوفون عيني خلصنا. راح نجي مثل ما سوينا قرضات بالامام نسوي قرضات بالخلف. ليش؟ على مود تكون عندي التنظيفه مثل ما قلت لكم خفيفه. اشيل الدنابيس. هذا اللي يسال على المكاين، ما نعرف بالمكاين احنا، لا استاذ محمد يعرف ولا احنا اللي استاذين. من اللي كل ما تساعد الدهن هنا ايش عندنا؟ هنا راح نجي اول قرضتين نسوين هذني بالزاويه. هاي القرضه وهاي القرضه. هنا ايش راح اسوي؟ انتبهوا علي. اسوي قلنا بين قرضه وقرضه نصف سنتيم، لانه عندي قماش ثخين بالضبط هيك. شوف يابا زين. بعدها هنا عندي زاويه وقماش ثخين. شو اسوي؟ اشيل هاي الزاويه بهذا الميلان. انا مود تنقلب عندي بسهوله هيك. اذا فصلتيها يحتار عدوك بيك بين قوسين. بعد ما حد ما يقول لك على عينك حاجب بالخياطه بصراحه، مو لان انا اذا خيطها بس كلمه الحق تقال. راح اجي افر هنا 1 سنتيم، امشي ويا الدلعه تماما بالضبط هيك. اثبت الابره، انزلها اطعنها بالقماش وافر ايدي مضبوط. صارت عندك التنظيفه ذا بيرفكت. خلصنا. ايش راح نسوي؟ شلون نثبتها؟ هسه راح اقول لكم ليش الطريقه مال التنظيف مالتي بهاي الطريقه. اكو هوايه طرق هسه راح اقول لكم عليها، بس انا اقول لكم انا ليش هاي افضل هاي الطريقه، لانه بها حكمه. يعني اكو حكمه بالموضوع. شوفوا لي يابا، راح اجي اثبت هيك بالضبط. هوايه دائما بالبث يطبوا لي يشتكون من شنو؟ يشتكون من انه الدلعه ترجع لي ورا او الدجاجه ترجع لي ورا. ليش استاذ محمد؟ سواء بالرياضي او بالعدل، لانه الدجاجه غير متوازنه. شلون اني اسيطر على التوازن مالتها؟ هسه راح اراويكم اياها بطريقه علميه اكاديميه
ان شاء الله تفتهموها توصل لكم بنات. انا هسه دا احكي بالطريقه هذه سواء كان كشمير او قذيفه، بغض النظر انه كشمير او قذيفه، راح احكي لكم هذا الموضوع. احنا هنا هسه عندنا الصدر، الجهه الاماميه بالصدر، ايش بيه بالصدر؟ بالصدر عندنا لاصق، راح نخلي لاصق، راح نخلي تنظيف، وراح نخلي لوازم ودانتيلات، تمام؟ معناته الصدر صار عندي اثقل من الخلف، اثقل من الخلف. انا شلون اوازن بيناتهن؟ يعني هي عندنا نسبه، يعني عمليه نسبه وتناسب. شلون اوازن بيناتهن؟ هاي التنظيفه الكبيره يخلي لي الثقل مال الظهر متوازي ويا الثقل مال الامام، بعد ما ترجع عندك دشداشه اللي ورا، ولا تنسحب، ولا تطلع قدام مثلا تهطل. زين عيني؟ تطلع عندك متوازنه. شوف يابا، ما تقبل غلط ابدا. نجي هنا، شوفوا لي يابا، عاشت ايدك، تجنن. ايديكم ما شاء الله. تسلم مبدع. الله الله تخبر. يخليك يسلمك. ان شاء الله يعطيك مرحبا. الصحة والعافية ان شاء الله. صار ساعة يتغزلون بيك اشكال الغزل. ايه بس احنا ما نقدر نقرا لين ما نقدر اي والله ما نقدر عليهم. صح ما نقدر. يقول يسرها هسه، يقول خاف ما نسمع. شوف ايش راح نسوي عيني. راح نجي هنا، راح نشيل الزياده مال اللاصق، راح اشيل مسافه سنتيمين من اللاصق. القماش قطيفة نورا، هذا القماش عنده، اذا تريدون من عنده موجود. تمام. اها شوفوا عيني، هاي شلنا اصبعين بالضبط. هنا ايضا راح اشيل هذه. طبعا هذا القماش بيه برتقالي وبيه احمر وبيه كويتي، هلا وبيه زيتوني. الكتف كم سنتيم خليته؟ مو على قياس عرض الكتف 40. 4 سنتيم الكتف، عرضه 39 38، يعني نصه قد نصه 18 19 عفوا، يعني 39 يمكن. اللي تسأل عن البث يوميا يفتح بث، مرات الصبح ومرات الظهر ومرات تتابعي ويجيك اشعار من يفتح بث. ام علي شفت الردان؟ مو ام علي شفت ويانا شفت الردان؟ باع الردان تفضل الله يفيدك والله كلش حلوه. سوينا بيها فقسه، منها فقسه تمام، وهنا عندنا لاستيك ماشي، وهذا القفا باعي. عاشت ايدك. شو راح رياحين الجنة تقويسة التفاحة نسجلها. هنا بنات ايش راح يصير؟ هنا عندي هذا الخط، هذا الخط راح يكون عندي منتصف الردان، وانا اخليه ويا منتصف الكتف، هيجي بالضبط. سعر القماش ايش بيش استاذ؟ يسألون عن السعر. هاي القطعة مالته عين، القطعة مالته ب10. اي ليش؟ يعني مترين ونص. القطعة مالته ب10 مترين ونص. ليش؟ بيكوز لماعي وما اعرف شنو، وبالعيد وكريسمس. يقول لك هذا ما تلبسه ما يعطيك بابا نويل هدية. يقول لك اكو اسود؟ اسود والله ما ادري، اكيد اكو بيه اسود، اكيد مليون بالمية. اكيد، وهذا جاي جديد لازم بيه الوان. الوان لازم، اي بالضبط. شوفوا عيني، اذا انتبهتوا بنات، اذا انتبهتوا شوفوا علي راسها بعبه، يعني شلون احنا نقول ما عندي نقص ولا زياده ولا عندي هفوات بالردان. هذه حفه ابط ويا حفه ربط، عندي نقص؟ شوفوا لي. لا شوفوا يقولون ليش تمشون رياضيات؟ هاي الرياضيات، هاي القاعده من تمشون عليها تجي مضبوطه. بالضبط. نشيل هنا نخليها عيوني ونفر. يقولوا لك عاشت ايدك والله مبدع. اللي يسأل على التوصيل كل المحافظات 5. والله بصراحة شركة الوسيط من أفضل الشركات اللي تعاملت وياها. صراحة يعني أفضل الشركات اللي تعاملت وياها صراحة، يعني ما شاء الله عليهم، توصيلهم سريع وأمين، والبرنامج التطبيقي اللي بيه ما شاء الله. مو هم الواحد خاف يحكي يقول يسوي إعلان، لا والله مو إعلان، بس يعني الشيء الزين الشركة. الشيء الزين ما بيه شيء لازم نذكر يابا. إذا تريدين أسود اللي يسألون راسلوا للأستاذ ويشوف لكم إذا أكو أسود، راسلوا على الواتساب هذا الرقم. هاي الشريط الأصفر. راح أروح إن شاء الله، راح أروح إن شاء الله مو باكر، عقب باكر. أنا باكر الكريسماس وهو هسه السوق. إيه باكر عطلة؟ لا باكر على عقبه، يعني إحنا 31
عليكم واحد السلام. زايد للساعة